اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بحبكم دايما في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. تعالوا سمي بسم الله ونعمل فيديو كده جميل، وكل حاجه فيه مفيده جدا جدا. هنعمل فيه حاجات كتيره، واشوفوا معايا كده واحده واحده. خليكم معايا لاخر الفيديو وهتعرفوا كل حاجه بالتفاصيل. يلا بقى كده نبدا بالعمل بتاعنا. قبل ما نبدا العمل بتاعنا اقول لكم حبايبي الحلول، لو بتحبوا النبي عليه الصلاه والسلام تحطوا لايك. لا يا رب كده تزوروا النبي محمد كده تحطوا لايك. يلا بقى معايا ايه بطاطا زي ما شايفه، غسلاها كويس جدا جدا. ورصيتها كده في الحله زي ما شايفه كده. وهنعمل ايه؟ وهزودها بقى كوبايه ميه صغيره، كوبايه ميه صغيره. تمام زي ما شايفين كده. وهنعمل نحطها على النار كده، يعني تبقى العين صغيره. ونهدي النار ايه تحتها كده، هتستوي معانا، مش هتاخد معانا وقت خالص. شفت الكوبايه الصغيره؟ تمام كده وغطيتها. وهنحطها بقى على النار. تمام معايا بقى ايه، ركننا كده البطاطا. معايا بقى حله صغيره تاني، حطيت فيها حبه زيت صغيرين، ونص معلقه توم او معلقه توم صغيره خالص. تمام كده اللهم بارك. معايا كده ماشيه معاكم خطوه خطوه. طبعا زي ما انتم شايفين هنعمل ايه. يعني ندي التوميه كده لون مصفر كده او محمر كده خفيف. ونطشها كده بعصير الطماطم بتاعنا زي ما انتم شايفين. ادي عصير الطماطم لتر كده، عصير طماطم. آه كده زي ما شايفين. نعمل بقى ايه، حبه ميه في الشفشه كده خلاط ونعملهم دي حاطينهم. نحط بقى معلقتين ملح ونغطيها نسيبها تغلي شويه، مش عايزين تسبك قوي. لما تغلي بقى هنعمل ايه، هقول لك هنعمل ايه وهنجزي. معايا بصلايه كده مقطعها شرايح او جوانح زي ما انتوا ايه، او حلقات زي ما انتوا شايفين كده. هبهرها، احط عليها ايه 3 مكونات بس: فلفل اسود وكزبره وكمون، بس كده مش هنحط حاجه تاني. تمام كده. ندعك بقى الايه، نخلط البصل مع البهارات بتاعكم كده بايدينا. هم ايه زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك كده. دي رشه ملح. تمام كده لحد ما ايه البصل يدبل معانا كده وياخد طعم التوابل. اللهم بارك بقى. وهنقول لك هنضيف عليه ايه. انا هعمل اكله كده جميله النهارده، اكله شعبيه حلوه قوي، فكلنا بنحبها، وانا عامه بحبها جدا، واولادي وجوزي هم بيحبوها جدا جدا. دايما بعملها بالطريقه دي بامانه، يعني بتخلص على طول من حلاوتها وجمالها. دي احلى من عندي من الفراخ واللحمه زي ما شايفين كده. اللهم بارك. هننزل بايه، عندي بطاطس كده مكعبات محمراها. تشويحه كده زي ما شايفين كده بالزيت. وعندي بتنجان كده، بتنجان مكعبات زي ما شايفين كده ايه برضو محمره كده. وعندي كمان كان 3 كوسات كده او كام حبايه كوسه كان عندي. شوحتهم معاهم او حمرتهم معاهم، حطيتها معاهم. عندي كمان ايه جزرتين كده حلقات نقلبها كده معاهم. يبقى عملنا الايه الخضار معانا الجميل زي ما شايفين ده. يبقى بتنجان وبطاطس وكوسه وايه وجزرايه 4 كده ما شاء الله مع البصلايه. ونحط كمان معاهم كده، قلبناهم كل الخليط ده مع بعض، البصل وكل الخليط ده مع بعض كده. ورصنا كده كويس قوي، او وزعنا كويس قوي في الصينيه. زي بقرن فلفل كده شرايح زي ما شايفين كده، ونقطعه كده شرايح نوزعها كده عليه. اللهم بارك. كده بقى عملنا اكلنا ومخدش معانا وقت. تمام كده اللهم بارك. انا شايفه كده قرن فلفل معاها بيخليها طعمها حلو جدا. والخلطه دي جميله جدا جدا. صينيه المسقعه دي بجد جباره، وبتبقى في حته تانية، في حكايه عامه بجد. غلت معايا التسبيكه اللي بتوم. هنزل بقى بايه، بنص معلقه هريسه الشطه الخضراء اللي انا عاملاها. بجد طعمها حلو قوي، بتخلي ريحتها حلوه جدا. واوزع عليها بقى الايه التسبيكه زي ما انت شايفه كده اهي. تمام اللهم بارك. توزيعك تمام. تمام كده. زي ما شايفين كده. ووزع كون بقى مشغله الفرن واحطها جوه الفرن. بكده خلصنا الغداء الجميل الحلو جدا. بالنسبه عملنا ده لاخر الشهر، ومحتاج كمان ايه اكله كده ماشيه بقى نفسيا ونفس الوقت كمان يكون اولادي بيحبوها. وبجد يعني هي محبوبه وحلوه قوي في الصينيه بجد. اقول لكم بقى متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب عشان طبعا اوصل لكم كل جديد. مع البطاطا زي ما شفتها بالسكينه استوت معانا، هطفي عليها واحطها كده على جنب بسيبها تتهوى. واقول لك هنعمل ايه. كانت معايا بقى ايه فراولة. فراولة لقيتها معايا النهاردة في السوق كده رخيصة ب20 جنيه الكيلو. يعني مش في كل المناطق، منطقة عندنا احنا هنا في 20 و25 و30. المهم لقيتهم مع واحدة كده فخدتهم منها، كان 3 كيلو. يعني كان 3 كيلو بالظبط، وزنتهم لي بجد الله يبارك لها. ووسع الناس كلهم يا رب اللهم امين. هم جبتهم كده 3 كيلو. وهم ايه، عملت ايه، بنتي قمعتهم لي كده، عطهم لي قمعتهم. يعني حشيت بس اللمع الاخضر اللي فوق ورق كده يعني. وغسلتهم وسبتهم الصفوا وهعمله هكيسهم.
هعملهم بقى ايه 3 اكياس. الكيس طبعا قد ما بنعمله عصير، فبيكون معايا شفشة او شفشين او شفشة او نص عامة. فده على حسب ايه عدد الافراد اللي عندك، او على حسب انت بتحبي العصير تعملي كمية قد ايه. تمام. اللهم بارك، هم عملوا 3 اكياس، والحبة التانيين دول مش هعملهم كيس، انا هعملهم عصير لاولادي. هنضيف معاه ايه العصير ده؟ هقولك هنضيف معاه ايه. هي دايما عندي في الفريزر، بجد بيبقى جامد جدا عندي. بقى خلاص كده جهزتهم ال3 الحبة دول، هحطهم بقى في الايه في الشفشة، وهنركنه، وهقولك بقى لحد ما نكيس هنضيف معاه ايه. ما شاء الله كده تمام. نعمل بقى الاكياس بتاعتنا. انا دايما كل ما بخرج كده بلاقي يعني فراوله حلو كده. بعمل انا كده عملت عندي كميه حلوه جدا، اكياس عصير فراوله في الفريزر. يعني ما شاء الله عملت كده بتاع 6 اكياس حلوه جدا. وكمان جوافة دايما بلاقيها كده قروطة، وكنت جبتها اول ما طلعت كانت لسه طالعه، يعني كانت حلوه كده بلدي، وكانت لسه ايه يعني جميله ومسكره. فكنت بجيب دايما الجوافيه الكبيره واعملها شرايح، واعصر على ليمون واكيسها. وعملت برضه عندي كده كيس. والمانجا فالمون بجهز لايه لرمضان، او ايه تبقى عندي في البيت كده او في التلاجة، تبقى في جيل ضيف او ضيوف عامه. اعمل عصير في اي وقت ولادي حابين يعملوا عصير مانجا، اي عصير كوكتيل. تمام تمام. معايا طبعا زمشي وكده كيست خلاص الفراوله. هنعمل ايه معايا بقى؟ ايه، نزل بكوبايه سكر صغير، عنده مكعب البنجر. ده مكعب بنجر كنت طبعا عامله معاكم من السنه اللي فاتت عندي، بس بجد جميل. كنت بشراه وعامله مكعبات. خلص عند البشر، فالمهم ايه احتاجت المكعبات بجد من غير مسلوق ومن غير اي حاجه. غسلتها وقطعتها كده، نضربها كويس في الخلاط. تمام. ضربتها كده وسبتها او فرمتها كده كويس، عملتها عصير. بطاطا نطلعها كده في الصينيه ونرصها، وهن ايه وبنفس الميه اللي هي منزلاها ندهن بها كده البطاطا كلها بالفرشه. ونقول لك هنعمل ايه. انا مشغله الشوايه بتاعت الفرن زي ما انتم شايفين. واقول لك هنعمل ايه بعد ما ادهنها كده. ال- البتاع طبعا ايه الصوص بتاعها، هننزل عليها بالسكر كده، رش السكر، رش عليها كده سكر حبيات، او هم زي ما انتم شايفين سكر ابيض زي ما شايفين كده. وهنرص زي ما شايفين، يعني ايه هتشوفوا دلوقتي اللي احنا هنرش عليها سكر واحطها تحت الشوايه. ايه كمان ارش كده زي ما انتم شايفين. بجد كانت مكرمله كده، يعني بسكر كده مكرمله، كانت جميله جدا وخلصت. بأمانة في الوقت ده خلصت، يعني خلص. واولادي يعني قالوا لي هاتي يا ماما التاني واعملها لنا. قلت يعني ان شاء الله كده خرجت بكره فهجيب له. فالمهم زي ما شايفين كده تحت الشوايه كده، وهكرملها وهشوف كده مع بعض. ما شاء الله دي طعم وريحه كده حلو جدا جدا جدا. معايا بقى خلاص كنت عملت بقى العصير. هعمل بقى الايه شفشق تاني. ما شاء الله بص البنجر مخليه احمر. كان البنجر عندنا مفيد، فيه حديد عالي جدا، فيه فوائد عاليه جدا مع الفراوله. اللهم بارك. كده بقى عملت شفشه كده ما شاء الله. وكده خلصنا الاكل بتاعنا. بص البطاطا مكرمله، وكل ما ده كنت قلبتها اطلعها واقلبها وادهنها تاني مره، ورشيت عليها برضو الايه السكر، يعني ايه من الجنبين. وسبتها لما خدت ايه اللون كده من الجنبين الجنب ده. وما شاء الله عملنا كده المسقعه بتاعتنا. وادي الاكياس الفراوله بتاعتنا، وادي العصير الفراوله بالبنجر بتاعنا الحلو قوي. وادي البطاطا المكرمله ريحتها وطعمها حلو قوي قوي قوي. بس العصير ما شاء الله مفيد وجميل. هي فراوله بالبنجر حلو قوي قوي قوي. تحط بقى قطعه البنجر مبشورة، يعني مبشور كده او مكعبات عندي من غير سائل من غير حاجة. زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. دي البطاطا كده معانا وحلوة قوي قوي. بنتي على فكرة كانت واقفة جنبي، فهي كل مرة لما كنت بشم ريحة بتيجي تقف جنبي بنت الصغير. فزي ما شايفة كده ما شاء الله كده قطعها كده قطع. ما شاء الله باكل بجد حلوة حلوة جدا جدا. ما شاء الله ما شاء الله كده اللهم بارك. زي ما انتم شايفين كده معانا عذرا. ريحتها حلوة اهو، كانت عجباني جدا جدا. فما شاء الله كده. وادي معانا المسقعة بتاعتنا حلوة. ريحتها حلوة قوي. البصل مخليها طعمها حلو، او جربوها بالطريقة دي بجد بناتنا والعرايس الحلوين. سهلة وبسيطة، مش هتاخد معاكي وقت خالص. حلوة وخفيفة من غير ما تحطي لحمة مفرومة او اي حاجة. هي حلوة مش محتاجة لحمة مفرومة، محتاجة حاجة. بصي هتعجبكم جدا الغدا مع حاجة الحلوة دي. والعصير كمان مفيد جدا. اللهم بارك كده. يعني خلاص كنت عملت الغدا بتاعنا وخلاص كده، وعملنا معاه حاجة حلوة. انتوا شفتوا بقى استفدتوا من الفيديو. يا رب تستفيدوا كده، ودي حاجة هتفيدكم. كل حاجة فيه مفيدة جدا. اسيبكم يا رب دايما تكونوا بخير، يا رب يكون احسن حال. متنسوش ايه آه
تحطوا لايك، واسيبكم في رعاية الله. متنساش تذكروا لي اذكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.